قال معاوية بن أبي سفيان لعبيد الجرهمي: أخبرني بأعجب شيء رأيته في الجاهلية. فقال: إني نزلت بحي من قضاعة، فخرجوا بجنازة رجل من عذرة، وخرجت معهم، حتى إذا واروه انتبذت جانبا عن القوم وعيناي تذرفان، ثم تمثلت بأبيات شعر كنت أرويها قبل ذلك، وفي آخرها: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. قال: وإلى جانبي رجل كان يسمع ما أقول، فسألني: يا عبد الله، ألك علم بقائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله. فقال: والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه الآن، وقرابته أسر الناس بموته، وإنك لغريب تبكي عليه كما وصف. لا تمزحن بما كرهت، فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق.